أنا عندي منحة دراسية من الشيخ سلطان القاسمي إن أنا أدرس في الشارقة 4 سنوات. وتحية كبيرة بالمناسبة للشيخ سلطان أكيد، القاسمي، هذا أبونا. لأنه يعني لولا هذه الشخصية في العالم، وجودها في العالم العربي، لما كان في تطور كبير جدا في المسرح وفي اللغة العربية. صحيح. وفي التراث العربي، لأن هو الحقيقة يعني أنا طبعا ما كنتش على علم بمجهوداته قبل ما أجي الإمارات، لكن لما جيت الإمارات وأنت عارف إحنا اتقابلنا في الأكاديمية كذا مرة. صحيح. أنا الحقيقة انبهرت بهذا الرجل وهذه العقلية الأدبية، وإزاي إن هو مسخر كل إمكانيات الشارقة علشان يطور من الفن المسرحي العربي بالعموم. وطبعا المنحة اللي انت اخدتها دي يعني احسن دليل على كده. فتحية كبيرة له، يعني ربنا يديله الصحة يا رب. ومزيد من النجاحات والتألق يا رب. نعم. لا هو يعني كان زي الحضن الدافئ إلينا هنا في الشارقة. صحيح. حتى يعني في وقت التخرج كان قال كلمة ما أنساها، يقول أنا كنت على تواصل مباشر مع الأكاديمية وأعرف بالأسماء كل شخص وين وصل. أيوة. وإيش صار معاه، هو مريض ولا لا، هو أكل ولا لا. يقول صحيح. أنا كان عندي التفاصيل الدقيقة عنكم يعني. وقال إن أنا أشكر أهاليكم إنهم وثقوا إنه يخلوكم عندي. الله. ما قال يخلوكم في الأكاديمية ولا أيوة. في الشارقة، لا عندي أنا. أيوة. فهو أيوة. كان الحضن الدافئ إلينا صراحة. صحيح. ومشكور يعني الحين فتح كلية الموسيقى في الأكاديمية. وخلال السنة القادمة أو اللي بعدها ممكن يفتح كلية السينما قال بعد. فالأكاديمية بدت كمسرح، صار فيها موسيقى وبصير فيها سينما، وما أعرف وين يوصل هذا الإبداع والفكر اللي عنده الجبار هذا. والله يحفظه إلينا جميعا إن شاء الله. يا رب يا رب.